يا جورج ايه بقى موضوع حاجه اما اجي اشتري بيت بيقول لي في حاجه اسمها اسكرو اكاونت، واما اجي اعمل ريفاينانس الاقي اسكرو اكاونت. ايه بقى الموضوع دوت؟ الموضوع ده ببساطه ان انت في البيمنت بتاعت كل شهر البنك بياخد جزء من الفلوس ديت بيحطها في خزان. بياخد ايه؟ بياخد البروبرتي تاكس، ضرايب بتاعت البيت والهوم انشورنس، بيجمعهم في مكان معين. واما بتيجي تشتري يقول لك انا عاوز 6 اشهر بروبرتي تاكس او 3 اشهر بروبرتي تاكس زائد سنه انشورنس. عاوز اجمع الحاجات ديت واخزنها عندي، وكل سنه بعد كده انا اللي هدفع ان بيهاف اوف يو او بالنيابه عنك. طيب لا تيجي تعمل ريفاينانس، الفلوس دي برضه هتدفعها في الاول، ساعات بتدفعها في الاول وساعات لا، بس غالبا بتدفعها في الاول، بعد كده البنك يبعتها لك شيك. طيب في حاجه تانية، الاسكرو اكاونت ده الخزان دوت لو الانشورنس علي او البروبرتي تاكس عليت الخزان ده بينقص. فيجي يقول لك ايه البنك، يقول لك ايه ده الخزان ده نقص وحياتك انا عاوز فلوس، فممكن يزودوا لك عليك البيمنت، او يقول لك انت ناقص في الخزان دوت مبلغ معين، عاوز تدفعه مره واحده ولا تدفعه بالتقسيط. لو عجبك الفيديو دوت يا ريت تعمل لايك وشير. لو عاوز ميعاد معايا ونتكلم مع بعض على زوم انا تحت امرك، روح بس gmbrokerage.com واحجز ميعادك معايا. ربنا معاك.